السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. جبت لكم سلاد بالحميصه. الواحد يبدل شويه البنات والتقديم، تقدروا تقدموها في ليفيغين ولا في اطباق فرديه. هذا حجم عائلي ما شاء الله. هذه سلطه صيفيه خفيفه وبنينه، نزلت معاها شويه تاع السردين وبطاطا مقليه، حاجه خفوفي البنات برك من البنه والتتبيله، حاجات توب دو توب. حبوباتي البنة خطاتكم راني ذقتها في بلاصتكم كما العادة والعوايد. راح نبداو بسم الله وبالصلاة والسلام على رسول الله. هنا كيما راكم تشوفوا في بال ولا بسينة حمراء ولا موف اللي عندك حبوبتي، راح نحط كاس كبير تحميصات طيبة، ولازم بيان سور نخير نوعية طيبة باه تجي لا سلطة تاعنا شابة. وعندي ايضا كما راكم تشوفوا كمية من القروم، هذا نوع من انواع الخيار، واللي ما توفرش عندك ولا استعملي الخيار العادي. وعندي ايضا فلفل احمر وخضر مقطعين رقيق، وطماطم وبصل مقطع شرائح. عندي كزبر ومعدنوس هو الاساس في وصفة اليوم، وايضا عندي ثوم قطعته شرائح ونعناع يابس. هكذا البنات، وراح نملح بالملح ايضا، ونبهر بالكمون والكزبر وفلفل كحل فتاته برك البنات، ما تكثروش، غير شويه شويه هكا كما راكم تشوفوا، رشه ولا فتاته هكذا حبوباتي كما راكم تشوفوا. هنا راح نزيد نص مغرف نتاع موتارد ووحده تاع ناتور هكذا. وايضا اللي تحب الحار كيما انايا يزيد شويه فلفل احمر مدشش. راح نزيد عليهم ايضا ربع كاس تاع الخل، نص كاس زيت زيتون، وراح نخلط هذه المكونات مع بعضهم كيما راكم تشوفوا. دوك الالوان وواحده الريحه شي نقول لكم البنات، الحاجه شابه كاع في هذا لا سلطه، خفيفه وسهله وبالخف توجد، وكل شيء في معون واحد، يعني ما من التتبيله تاعها ما تدي لك معون، ما تدي لك وقت ما والو، وجدي صويلحاتك بالخف خفوفي وخلاص. شوفوا لي هذوك الالوان ما شاء الله. والبنه يا البنات شي نقول لكم، انا نحكي لكم شيء على البنه هكذا. وهنا حبوباتي ايضا راح نقطع سلطه خضراء رقيقه هكذا، فوالا نقطعها بهذا الشكل الرقيق. كانت عندكم هذيك لا سلاد فريزي استعملوها، سينو استعملوا السلطة العادية، وتقدروا تاني تستغنوا على السلطة وتكتفيوا بهذيك السلطة الأخرى، لأن هديجة هي منعشة وفيها بزاف الخضروات. يعني ماشي شرط، أنا برك من الوالد تاعي فيه السكري ولا مريض بالسكري يحب هذه السلطة الخضراء، دونك استعملتها هكذا كيما شفتوني حبوباتي. انا طلعتها مع الجناب باه نحط المكونات الاخرين في الوسط هكذا. صدقوني عميراتي والله غير جات بنينه هاد لا سالاد، واش نقول لكم، لازم تجربوها وتخلوا لي تعليقات شابين وحلوين كيما نتوما. والانتقادات البناءه نستقبلها بكل فرح وصدر رحب كما يقولوا. فوالا البنات، كان نغلط في حاجه ولا ماذا بيا انايا نتعلم من الاخطاء نتاعي، سواء كان في الهضره ولا في طريقه التقديم ولا الطياب نتاعي، ولا مهم البنات انا نتعلم منكم وانتم تدوا افكار مني، وهذه هي الدنيا. وهنا حبوباتي ايضا هنا كان بقالي شويه تاع الجبن اللي حضرته معكم في سلطه العدس الاحمر، قلت نزين به
هكذايا وحبيبات نتاع البيض مغليين، راح نقطعهم على 4 ونزين بهم السلطة نتاعنا. وبما انه حبوباتي هذه السلطة عجبت المكراشين اللي عندي، دونك تجربوها وحلو التغيير. اذا كانت هذه هي وصفة اليوم، والحمد لله على دوام النعمة والصحة والعافية. دمتم في رعاية الله وحفظه، والى الملتقى.